الجانب الآخر نرى إحدى نقاط تمركز جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وهي إحدى نقاط التجمع وتبديل المرتزقة. حتى الآن نحن الآن على جبهة منطقة راجو. جيش الاحتلال التركي لم يستطع تسجيل أي تقدم على حساب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. كما نرى الآن تلك هي جبهات القتال الساخنة في منطقة راجو. جيش الاحتلال التركي كان قد حاول أن يتقدم في هذا المحور، لكن المقاومة العنيفة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية أفشلت جميع هجمات جيش الاحتلال التركي. حاليا المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة على طول الشريط الحدودي، حيث يتمركز مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة المقابلة لنا مباشرة. كان هناك منذ عدة أيام قصف عنيف وتحليق للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع على منطقة راجو. حتى الآن هناك طائرات استطلاع تحوم في المنطقة بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وجيش الاحتلال التركي على كامل الشريط الحدودي. جيش الاحتلال التركي تكبد في هذه الجبهة تحديدا خسائر فادحة الأرواح والآليات العسكرية، حيث تم إعطاب عدد من الدبابات في تلك المنطقة، فيما تنتشر جثث عشرات المرتزقة بحسب ما نقله لنا أهالي القرى الحدودية، والذين يرابطون ويقاتلون جنبا إلى جنب مع مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. هناك العشرات من الجثث والمدرعات العسكرية المدمرة في الشريط الحدودي، وما تزال الاشتباكات حتى الساعة مستمرة بشكل عنيف في منطقة راجو، دون أن يستطيع جيش الاحتلال التركي التقدم ولو شبرا واحدا في مقاطعة عفرين. كويس، جالس نفسي. أنا ضرب ده كان بيقول كلير.